السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم فيديو كده بسيط، فيديو صغنون كده، بس ان شاء الله هيشجعكم لو حبيتي تعملي اي حاجة خفيفة كده للفطار، هتنفعك يعني وقت الفطار، عشوة برضو ماشي. هنعمل كده كيكة بسيطة. اول حاجة يا بنات، انا جبت بولة كده حطيت فيها 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني بتطلعيها قبلها بساعة ساعتين كده في المطبخ تستهدى كده من التلاجة شوية. نزلت عليها بظرف فانيليا وكوباية سكر. بصوا الفانيليا دي بريحة البرتقان، فيها ريحة البرتقان، وفعلا بعد كده بتحسي ان انت عاملاها بعصير البرتقان، ما بتختلفش كتير. ضربت كده البيض مع السكر كويس جدا والفانيليا لحد ما البيض بتاعي اختلط، والسكر كمان اختلط كويس جدا. قلبته اهو كويس بالمضرب اليدوي، عايزه تضربيه في الخلاط اسرع براحتك، عايزه تضربيه بالهاند بلندر برضو براحتك. وبعد كده نزلت عليه بكوبايه زبادي. كوبايه الزبادي دي بدل كوبايه العصير او كوبايه اللبن. انا حطيتها بالزبادي، الزبادي بيخليها طريه كده وهشه وحلوه يعني. ضربت كده المكونات كلها تاني مع بعض لحد ما تحس ان لونها فتح كده شويه معاكي، البياض لونها فتح شويه معاكي. ورحت نازله كده بذره ملح او رشه صغنونه، بصوا قد ايه ملح. يعني بصوا انا معرفش هي بتتحط ليه، بس بيقولوا بتظبط كده الطعم يعني. زي ايه، معلقه السكر الصغيره اللي بنحطها على الطماطم واحنا بنسبكها كده. ورحت نازله بمعلقه خل، الخل ده بقى بيخلي الكيكه بتاعتك فاتحه كده وحلوه. كده المكونات السايله كلها انا نزلتها خلاص وضربتها كويس جدا بالمضرب اليدوي اللي انتوا شايفينه ده. ورحت بقى عندي هنا نص، دي يعتبر كوبايه الا ربع زيت على سمنه، عشان المج ده كبير قوي بلاستيك، فانا عملته يعني ايه كوبايه الا ربع زيت على سمنه. لو انت كوبايه الشاي العاديه المج العادي ده هتحطي ايه نص كوبايه زيت. عايزه تحطي سمنه حطي معلقه سمنه عشان ما تبقاش تقيله قوي برضو كده، بحبها بالزيت اكتر عشان الزيت بيخليها خفيفه وهشه، يعني عكس السمنه بحسها تقيله شويه. ضربتها تاني كده، ضربت السمنه مع الخليط بتاع السايل. ورحت جايبه بعد كده مضرب ايه، جبت بعد كده اللي هو المنخل ده او المصفى دي، نخلت فيها كوبايتين دقيق ذرة اصفر وكوبايه دقيق ابيض، نخلتهم كويس جدا. الدقيق الابيض ده بيمسك الكيكه بتاعتك شويه. الكيكه دي بقى يا بنات اسمها، في ناس بتقول كيكه الذره الاصفر وفي ناس بتقول كيكه بسيسه، ليها كذا اسم يعني. فاحنا بنحط كوبايتين دقيق اصفر وكوبايه دقيق ابيض عادي. وحطيت ظرف اللي هو الايه البيكنج باودر او كيك شيف اللي انت عايزاه او اللي انت بترتاحي في استخدامه اكتر. نخلت الدقيق كده كويس اهو بالشكل ده مع البيكنج باودر. هنخله كويس جدا، اهم حاجه تنخلي الدقيق بتاعك كويس جدا عشان الكيكه بتاعتك يخشها هوا كده وتبقى هشه كده ومرتفعه كده وحلو كده. خلاص نخلت كميه الدقيق بتاعتي كلها على المكونات السايله. هروح مقلبه بقى بالمضرب اليدوي بتاعي كله في اتجاه واحد عشان ما تطلعيش الهواء اللي انت دخلتيه كله في اتجاه واحد كده. مجرد بس ما الخليط بتاعك يختلط في بعضه خلاص بقى تمام، مش تقعدي تقلبي كتير، هي بس مجرد ما بيختلط مع بعضه خلاص على كده. انا هنا حسيت ان العجينه بتاعتي محتاجه يعني سوائل اكتر، حطيت ايه نص كوبايه لبن. طبعا انت بعينك كده بتعايري وبتشوفي العجين بتاعك ما بيبقاش ولا تقيل ولا خفيف، بيبقى حلو كده. فانت طبعا بعينيكي كده بتعايري وبتشوفي، لو حبيتي تحطي لبن حطي، عايزه تحطي عصير برتقال حطي. انا حطيت هنا شويه لبن عشان انا عامله ايه حتى زبادي. وبعد كده جبت الصينيه بتاعتي دي دهنتها بسمنه، عايزه تبدريها بشويه دقيق بدريها، انا دهنتها ايه بشويه سمنه، يعني نص معلقه سمنه صغننه كده او شويه زيت براحتك. اللهم صل على النبي يا بنات، صلوا على النبي. وبعد كده جبت الخليط بتاعي بقى نزلت بيه على الصينيه بالشكل ده اهو. هنا كان الخليط كتير عن الصينيه، فانا جبت قالب تاني كده صغير دهنته برضو سمنه ورحت حاطه فيه الايه الخليط بتاعي. عملت ايه يعني قالب اللي هي الصينيه الكبيره دي، هي مش كبيره هي تقريبا 25، وقالب الصغنون ده اللي انا القالب الصغنون ده بعمل بيه ايه بشكل بيه الرز الحاجات دي، بس ينفع برضو تعملي فيه كيكه وشغال يعني. فانا هروح بص، انا هنا كنت بجيب القالب الصغير عشان احط فيه الايه الخليط الكيكه بتاعتي.
مش عارفه اختفيت فجاه كده، بس هاجي تاني يعني. المهم يا بنات، انتوا وحشتوني جدا. لو انتي وصلتي معايا لحد هنا حطي لي لايك واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. بصوا انا جيت هنا خلاص، جبت القالب اهو، نزلت فيه بكميه الخليط بتاعي لسه يعني اللي اتبقى. بصوا بخلي البوله بتاعتي تحلف ان ما عادش فيها تاني خليط. نزلت بكميه الخليط بتاعي كله اهو. انا وانا بشتغل كنت انا مجهزه الفرن مشغلاه لحد ما اخلص الكيكه بتاعتي، وهدخلها على فرن سخن على درجه حراره 180 على الرف اللي هو بتاع الشبكه ده. انا بسيبها حوالي 40 دقيقه، مش بفتح عليها خالص، وبعد كده بفتح بقى وبختبرها كده بسكينه بخله باي حاجه كده من النص. لقيت السكينه طالعه نظيفه، هي كده استوت. بصوا بقى بعد ما طلعتها من الفرن كانت استوت وبقت زي الفل معايا اهي. دي كيكه القلب الحلوه اهي. وادي الطاجن التاني اللي هو القالب ده مش عارفه صراحه اسمه ايه القالب ده. هبدا بقى اقطعها. انا اليوم ده كنت عاملاها ايه جنب عشوه. تعملي بقى جنبها كوبايه شاي بلبن، عصير برتقان. انا عملت جنبها عصير برتقان جنب كوبايه شاي بالنعناع حلوه كده، شاي بقرنفل. بتنفع في كل الاوقات، فطار عشاء، في اي وقت كده بتنفع. وحلوه برضو، حاجه نظيفه في البيت انتي عاملاها لاولادك بقى، لزوجك وهو رايح الشغل الصبح تديله قطعه براحتك يعني. خلوا دايما يا بنات في بيتكم كده ايه، اي حاجه تبقى جاهزه كده في البيت. هتوفري على نفسك انت تشتري من بره، في نفس الوقت انت عملتي حاجه نظيفه في البيت وهتقعد معاكي كام يوم، عكس ما تشتري مثلا حاجه جاهزه من بره هتقعد معاكي هو اليوم وهتخلص. اما دي بتقعد معانا احنا كأسرتي يعني صغيره 3 ايام، ممكن والله 4 ايام كمان، لاني يعني كل واحد بياخد له قطعه بس. بصوا انا هنا بوريها لكم من جوه هشه ازاي وجميله. هبدا بقى اطلع في كل طبق ايه لكل واحد قطعه كده، وبرده العوز تاني يبقى ايه ياخد. بصوا انا بوريها لكم عامله ازاي من جوه فاتحه وحلوه، وبصوا عاليه ازاي، مش هابطه ولا اي حاجه. اهم حاجه امشي على الخطوات كده بالظبط، هتطلع معاكي ايه زي الفل. وما تفتحيش الفرن عليها اول ما تحطيها تفضلي تفتحي وتقفلي، لا سيبيها الا 40 دقيقه دول كده مقفول عليها الفرن عشان ما تهبطش منك بسرعه. قلبت كمان القالب ده اهو بالشكل ده. ما تخافيش، هو بصوا هو ملزقش ولا اي حاجه، طلعت ازاي على بعضها عشان انا كنت دهنه القالب بتاعي بمعلقه سمنه. انا ما جربتش اعملها الصراحه من غير ما ادهن القالب وكده، فانتي مش تخافي يعني تقولي لا ده ألمونيا يعني هيلزق فيها، لا والله ما لزقش. حتى بصوا القلب الكبير ده الكيكه طالعه زي الفل، هي مش لازقه ولا اي حاجه. فانتي ما تقلقيش يعني، اتكلي كده على الله وجربيها وباذن الله هتعجبكم. انا كده خلاص جهزت العشوة بتاعتنا، او جهزت الاكلة اللي هناكلها يعني. هي كانت كيكة كده حاجة بسيطة، حاجة خفيفة يعني ناكلها. وكنت كمان عاملة جنبها عصير برتقان يعني فيتامين سي بقى، وحاجة حلوة كده عشان البرد وكده. عصير ليمون، اي عصير عندك ايه دخليه على طول كده. انا كنت عاملة عصير برتقان قدمته جنب الكيكة. وكده يا بنات انا خلصت الفيديو معاكم في فيديو بسيط كده، اتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسونيش باللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه. ولو عجبك الفيديو اهم حاجه اللايك، ده دعمك ليا. واستنوني في فيديو جديد، الى اللقاء، مع السلامه.